بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. مطبخ كنت عملته اسود جالاكسي من تحت على كوابيل سيلفا 90 في 50، ولقينا أخويا وصديقي ومعرفة خير بإذن الله نسيب صاحبي الصدوق السيد أبو مالك، ده يبقى جوز أخت السيد، ربنا يبارك في عمره يا رب. ناس في منتهى الاحترام، ناس في منتهى الأدب، ناس بتقدر يعني إيه معرفة وصداقة وأخوية ورجولة، ناس من بيت أصل يعني. ف بيسأل على الألموتال، قال الألموتال غالي جدا، الغالي يرخص له طبعا وكل حاجة، بس لقينا إن احنا ممكن نقلل التكلفة مثلا ال3/4 مش النص. بسم الله ما شاء الله، خامة 10/10، خامة 1000 على رأي الشيخ سامح، حاجة زي الفل. بسم الله ما شاء الله. ركبنا، قطعنا في الحيطة وركبنا المطبخ. كان ممكن يتعمل سيلفا، لا بس الجرانيت طبعا لا يعلى عليه حتى لو هيتدارى، والغالي تمنه فيه. جرانيت مصر نيو حلايب. ركبنا في الحيطة، كان الحتة اللي أنا بمسح فيها ديت طولها على حتة واحدة 2 متر 80، وعملتها الفضل الله على حتة واحدة، الحتة اللي فوق الحتة اللي تحت الحتة اللي في النص قطعتها. الرشاقة تقريبا هي تقريبا 160، ارتفاع المطبخ 70. قسمت تقسيم بسيط لأن مش محتاج أعمل الحاجات اللي هي الكتير اللي بتتعمل دي. هي بيبقى شكلها حلو في أوقات، بس أنا يعني أحب كل بساطة أفضل من أي شيء، ده اللي أنا بحبه. ومحمد أبو عمر صاحب البيت كان بيوافقني في اللي أنا بستشيره فيه. بسم الله ما شاء الله. المطبخ بعد ما خلصت البار هنا معمول ضفيرة، مكنتش صورته خالص. أنا صورت قبل كده المطبخ اللي هو الأسود اللي تحت ده، الأسود الجلاكسي. المطبخ نفسه بقى هيبقى فوق وتحت بإذن الله بعد ما التشطيب النهائي يتعمل. هو دلوقتي إيه تقريبا يعني أنا فنشته خالص، وأنا بسجل فيديو أنا فنشته فعلا، بس مكنتش صورت. بعد كده هبقى انزل فيديو بعد ما كل حاجة تبقى جاهزة لانها يتقال عليها ان هي ايه تمام خلصت يعني. زي ما حضراتكم شايفين ان الرشاقة لسه ما كانتش لسه كملت. حاليا الشغل ده كله الحمد لله بفضل ربنا، كله بفضل الله طبعا خلص وتنفذ تمام زي ما هو مطلوب. وكمان في بعد ما خلصت المطبخ كان في اللي هو السلم برامق وكده يعني، فربنا يسر الحال. بسم الله ما شاء الله. النيو حلايب خامة محترمة. عملت فيها ايه؟ زودت عليها شوية تشطيب كده بقى منظرها بفضل الله روعة. وعملت سندوتش اللي هو شرايط وغطا، وبينهم ان شاء الله يتحط مذهب عشان الشغل كله يبقى شكل واحد، لان الشقة فيها اكتر من حاجة. مذهب زي السيراميك اللي محطوط فيه شريط مذهب كده، هيبقى في وسط الرخام نفس الكلام ده. وده حاجة يعني مديها منظر جميل ورونق 10/10. بجد المطبخ كان عاجبني جدا. بعد ما خلصنا الشغل انا لسه برضو في الشغل، وبرضو ان شاء الله هنبقى اصور السلم الترابيزين بتاعه عمدان رخام، ودي حاجة يعني الحمد لله
انا ماهر فيها جدا وبطلعها على اكمل وجه. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. ابو عمر دقاش صديق واخ برضه، اهو ظهر في الفيديو عادي يعني، هو موافق، ده يعني راجل اخونا يعني. بسم الله ما شاء الله. لو ابو عمر كان خد باله صور السلم، كان السلم لسه راكب، بس انا برضو اللي مركب السلم بس ما صورتوش خالص. ففي فيديو للترابزين بقى هيبان فيه اللي انا بتكلم فيه ده كله، والمطبخ بعد ما ايه اتفنش خالص. يا رب الشغل يعجبكم، ويا اتمنى اكون ضيف خفيف. سلام عليكم.